أيقونة الجمال وسيدة الأرضين الملكة نفرتيتي عثر على رأس جميلة الجميلات المصرية الملكة نفرتيتي في أوائل القرن الماضي في مدينة أخيتاتون أو تل العمارنة بمحافظة المنيا، والتي بناها الملك أخناتون لتكون العاصمة ومقر عقيدة آتون التوحيدية. يعد التمثال أحد أشهر الأعمال الأثرية المصرية القديمة، ويوجد في متحف برلين الجديد، وأثار جدلاً عنيفاً بين مصر وألمانيا بسبب مطالبة مصر بإعادة القطع الأثرية المهربة إلى ألمانيا. الجميلة أتت، هكذا يعني اسمها. تلك الملكة تعد واحدة من أكثر النساء غموضاً وقوة في تاريخ مصر القديم. تزوجت من الملك إخناتون وأنجبت منه 6 بنات. مارست نفرتيتي سلطاتها الملكية أثناء مشاركة زوجها الحكم في مصر، وعملت على نشر تعاليم الديانة الجديدة التي نادى بها. اختفت نفرتيتي عن الأضواء بشكل مفاجئ، ولم تكن قد بلغت 30 من عمرها، ولم يتم العثور على مومياء الملكة نفرتيتي حتى يومنا هذا. كنت معكم أنا مروة صالح، وإلى لقاء جديد وشخصية جديدة.